السلام عليكم، مرحبا بكم في قصصات جديدة من العشرية السوداء. بزاف اللي يقولوا لي عندي قصة بصح ما نعرفش نحكي ولا نكتب. نقول له اولا شوف كاش واحد قريب يعاونك ويكتب لك، ولا كتب انت بالطريقة اللي تعرف وبالدرجة وبالاخطاء عادي جدا. خلي الباقي عليا انا. واللي عنده قصة يكتب لي في التعليقات انا عندي قصة، وانا نحط له وين يبعث لي، سواء على الايميل ولا الواتساب ولا التليجرام تاني. ولأني نتقبل النقد والملاحظات رايحة نحذف الخاتمة اللي نديرها أنا في كل قصة، نخلي القصة كيما راهي مع الاحتفاظ بالمقدمة الأولى. وشكرا لتعليقاتكم. لو كان يكون عندنا مال الدنيا وما عندناش الأمن، ما عندنا ما نديرو بدراهم، نقعدو غير نتفرجو فيهم. بصح لو كان يكون عندنا الأمن نقدروا نعيشو غير بالكسرة والما ونكونوا فرحانين وريوسنا في السماء. في واحد القرية في البويرة شرق، كانت واحد العائلة يعيشوا في لهنا، ماشي فقراء وماشي مرفهين، حالهم حال كتير من عائلات في الجزائر. كانوا عائلة متكونة من أب وأم وثلاثة دراري وثلاثة بنات، وأسماواتهم كامل يبداو بحرف الفاء: فريد، فريدة، فاروق، فاضلة، فايزة، فوزي. فريد المعروف في الكارطي باسم والعيد كان الكبير، وكان نعمة من عند ربي. كامل لافامي تاعهم يحبوه ويقدروه، خاطر الناس ملاح بزاف، حنين لأبعد حد، وصلاتو جامي فرط فيها. كان يحب خاوتو بزاف، تلمو هو الكبير فيهم، يحن عليهم بزاف، يدير لهم كامل واش يحبوا. بعدها فريد التحق بالجيش الوطني وفوت الخدمة الوطنية، وكي كملها دخل يخدم بوليسي، خاطر كان إنسان وفي ويحب بلاده ومخلص ليها. في عام 2002 خوتو والعيد الصغيرة جابت الباك، وفرحت والديها بزاف. داروا لها حفلة لموا فيها لافامي كامل، أكلا وشربوا شطحوا فرحوا لهم من قلوبهم. كانت أول فرحة في بيتهم، والعيد كان فرحان كتر منهم كامل. جاب البية تاعو وتيرا رصاص ونسي صغرتو، كان فرحان بزاف بزاف بختو. دخلوا يشطح ما حبش عيا ويحلوا فيه بصح بلا فايدة. قالت له يما قدامهم كامل: هاد العام يسموك تتزوج، دبر راسك. تبسم وقالها ان شاء الله يما، الى مازلنا عايشين. جوزوا الفرح هداك وهو يشوف لافامي تاعو بالواحد، تقول راهو يودع فيهم. في واحد النهار من شهر سبتمبر جاو العيد لدارهم كونجي، قعد يامات، وجا النهار اللي يروح فيه ويولي للخدمة تاعو. ناض الصباح حفف دوش ستيكا روحو، شفتو يما قالت له: خمس على وليدي، راك كيما العريس اليوم، الله يبارك. قالت له: وقتاش نفرحو بك، تتزوج ودير دار كيما نتاجك وتجيب دراري ونعاون مرتك في تربيتهم يا وليدي العزيز. تبسم وشاف فيها، قالها: يا يما داري في المقبرة يروفا يا يما العزيزة، وبسها على راسها. خسرت فيه يماه، قالت له: بعيد الشر عليك يا وليدي، وش هاد الكلام عصبح ربي، راني معولة المرة الجاية كي تولي روح نخطب لك اش طفيلة. شاف فيها مليح وقالها: ان شاء الله يما. شرب القهوة، رفد كابتو وراح يخرج من الدار. فتح الباب، دار لي ما حضنها بقوة وباسها من راسها، قالها: تهلاي في روحك يما، تبقى على خير. خرج وشد طريقه، ويماه راحت للبالكون تبعاتو تشوفو كيفاش يروح كيما العادة. كان كل ما يمشي شوية يدور ويشور ليماه بيدو باي باي، ومع الابتسامة اللي ما تفارقش وجهه المنور. يماه جاه واحد الشعور غريب في هذيك اللحظة، بصح كانت تقول في قلبها: الله ينعلك ويخزيك يا الشيطان، يا ما تبرك ويرجع وليدي الغالي. كيما كان الحال هو يمشي يدور يمشي ويدور، حتى غاب على عينين يماه اللي دخلت للدار وكملت نهارها كيما مداري. بصح قلبها ماشي مرتاح، جوزتها غير تنهيدات واستغفار، وقلبها متسير وماشي عارفة وعلاش. والعيد لحق الخدمة تاعو هذاك اليوم اللي وصل فيه ما كانتش دالتو تاع الخدمة. في الليل قعد مع صحابو تاع الخدمة، كانوا مجمعين يقصروا، حتى جاهم اتصال من مجهول للخدمة، قال لهم: راه جاو سراقين سرقوا لي كامل الحانوت تاعي، راني خايف يولوا كاش ما ديروا لي. راحوا وجدوا رواحهم ليكيب اللي كان دالتهم في هذيك الليله، من بينهم كان واحد صديق تاع ولعيد. شافه ولعيد قال له: قعد انت، انا نروح في بلاصتك، راك عيان ريح. قال له صاحبه هذاك: اوكي، بصح نخلفها لك اش نهار حبيبي. دار ليه ولعيد وقال له: ان شاء الله حبيبي، بركة الله.
خرج والعيد وثلاثة من صحابه ركبوا في طونوبيل تاع الخدمة، والعيد كان هو اللي يسوق فيها ويزرب باش يلحقوا البلاصة هذيك. غير قربوا البلاصة هذيك كان الإرهاب نصبوا لهم كامين بومبا، غير عفسة الطونوبيل هذيك عليها طرطقت وطيرتهم في 4 3 استشهدوا سور بلاص، والعيد كان مازال فيها الروح، كان ينازع ويحرك راسه. جاو ليهم هادوك الكلاب شافوهم ولقاو العيد مازالو حي يتنفس ويحرك راسه وينازع، ذبحوه قطعوا له راسه وحطوه وحده. مركز لابوليس اللي كانوا يخدموا فيه جاهم خبرهم وراحوا يجروا ليهم، بصح ما لحقوهمش وماتوا في 4 مساكن وراحوا ضحية إرهاب. ماتوا العيد وماتت الفرحة معاه، وصحابه اللي في الخدمة تشوكاو كامل، اللي بكى بكى واللي عيط عيط، خاصة صاحبه اللي كان راح يروح هو. بصح والعيد قالوا خليني أنا نروح في بلاستيك، هبل ودخل فيه هستيريا من البكا هداك، بكى عليهم الدم. وخاصة والعيد كان يقول أنا سباب، وأنا لو كان غير رحت، أنا لو كان غير رحت ومت أنا هذه خدمتي أنا اليوم كنت راح نموت أنا. والعيد دالتي تاع الخدمة ودالتي تاع الموت. ماتوا مساكن على الفجر. يماتوا العيد كان طول الليل تقلب في بلاصتها مقلقة بزاف، كبدتها تحرق، الرقاد ما حبش يجيها طول الليل وهي تتنهد، قلبها يخبط. كي لحق الفجر غير أدن قالت حسيت حاجة طرطقت في داخلي، حسيت بومبا طرطقت في كبدتي. سبحان الله، قلب الأم وإحساس الأم وحال يكون غلط. صباح وفي قرية الشهيد والعيد كان نهار مشمس، بصح تقول أهل القرية كامل حسوا به، كل واحد منهم نط مقلق، كل واحد منهم شافوا أسوأ النهار. الحالة كال مع صباح ربي حتى جاهم خبر استشهاده، وكانت واحدة غير سمعت خرجت تجري وتعيط والعيد مات يا ناس، والعيد مات قتلوه يا ناس، والعيد استشهد. خرجوا كامل النساء والدراري والشيوخة والرجال من الدار يكبروا الله أكبر الله أكبر، ربي ينتقم منهم، ربي تولاهم، الله أكبر، ويجروا كامل بيت الشهيد والعيد. القوم ماليه في حالة، اللي طاح طاح، اللي يشهق، اللي يعيط، الحالة تاعهم تقطع القلب. نسا كامل في الدار يبكوا ويعيطوا، يمه وخياته ومرت عمه وبناتها اللي تنوض وتطيح، بابه وخاوته وعمه يبكوا ويتحسروا عليه. كي جابوه واحد ما قدر يشد روحه، حتى احنا الدراري كامل كنا نبكوا بأعلى صوت. داروا له جنازته، وفي هذيك الليلة كنا احنا الولاد صغار قاعدين برا البيت نحكوا عليه كيفاش كان ناس ملاح ويحب الدراري. كان خوه صغير فوزي بيناتنا يبكي يبكي، حتى جانا واحد من الرجال قالنا ادخلوا الديار يلا نشوف واحد منكم برا نضربوا. زاد دخل الدار وراح لنسا قالهم اجمعوا ولادكم متخليهمش برا وغلقوا الباب، الجماعة هادوك راهم جاو راهم لتحت معانا. راح هداك وكل مرة حكمت ولادها وفهمونا باللي ما لازمش نخرجوا في الظلام، وباللي هادوك الوحوش شافوهم كي جازوا مور الدار وهبطوا للجهة اللي تدي للواد. عقبنا هذيك الليلة غير خوف ورعب حتى الصباح، واحد مرقد، كامل أهل القرية من كبيرهم حتى لصغيرهم. غدو الصباح جاو كامل صحابو في الخدمة اللي يعرفوه تاني يعزو في أهله، ما كاش اللي مبكاش عليه وغير يهضروا بالخير، واللي عرف حكايته كيفاش ما تحكاها، ويماه كانت تحكي كيفاش حفف واستيكا روحه، وش قالت له وش قال لها، كيفاش خرج من الدار يمشي ويدور ويشير لها بيده باي باي، كيفاش طول الليل وهي تحرق وتتألم وحست بيه وما رقدتش. كانت مسكينة تهدر من بعد تتغاشى يفطنوها، تولي تحكي عليه مسكينة، خياتو هبلو، عينيهم تنفخوا، صوتهم راح من البكا والعياط. باباه كان يطيح ويرفدوه، كان يقولوا العيد كان كتافي اللي نتكل عليهم، واليوم خلاني ربي بلا كتاف. أهل القرية تشوف الحزن اللي طاح عليهم كبير بالواحد. الحق الوقت اللي يديوه يدفنوه كامل طاحوا من يماه وخياته وخاوته وباباه وعمه وبنة عمه ومرت عمه. أهل القرية كامل يودعوا ويدعوا له بالرحمة ويبكوا عليه. رفدوه مدينه ويماه تبعته البراد زغرته ونسا كامل صغرته، رجال يكبروا الله أكبر الله أكبر، والعيد دفنوه والدمعة فرحة والديه، الدمعة ابتساماته، والدمعة حلم يماه في زواجه، وتشوفوا رفد ولاده في حجره، خلى ذكريات جميلة في ذاكرة كل واحد من أهله أهل القرية. والعيد مازالوا حي في ذاكرتنا وفي قلوبنا، فاتت عوام على فجعة موته، بصح كامل ما نسيناش وما راحش ننساوه. ربي يرحمه ويرزقه جنة الفردوس يا رب. راح شهيد من أجل الوطن، والشهيد حبيب الله. هذاك اللي عيط لهم كان إرهابي،
كانوا نصبوا لهم فخ باش يقتلوهم. ربي يرحمهم ويرحم جميع الشهداء، والحمد لله على نعمة الأمن والسلام في بلادنا. ولولا هادو اللي ضحوا بنفوسهم ما راناش هنا دوكا. وربي ينتقم من كل المجرمين اللي قتلوا الأبرياء اللي لا ذنب لهم، وما رحموا حتى واحد، لا شيخ لا راجل لا مرأة لا طفل ولا رضيع. نتمنى قاتلي أنك تحكيها في أقرب وقت ممكن، لأني تعبت في كتابتها. وربي يحفظك ويرزقك الفرحة اللي تمنايها. بالنسبة لحكاياتك، راني أنا وراجلي و3 أولادي نرقدوا بيهم، ونهار اللي ما نلقاوكش حتى قصة نباتو مشنفين منك. قالت لي راني نقصر برك، ومازال عندي قصص على الإرهاب إن شاء الله نولي نكتبها لك وحكيها لنا. تقول هادي تاني: احنا من قرية صغيرة في ولاية المدية، كنا نسكنوا أنا وعائلتي، وكانوا جيراننا هما ولاد وعمام الوالد تاعي. يعني كنا نسكنوا في بلاصة فيها غير فاميلية بابا برك، ما كاش كيفاش يدخل لينا البراني. كان الوالد ديالي خدام في العاصمة ويجينا غير في الويكاند، وكانت يما هي الراجل في غيابه. راني نحكي لكم على سنة 1994، وقت اللي كانت العشرية في ذروتها. كان بابا إنسان ملتزم وصارم بزاف، خاصة علينا احنا البنات، لدرجة أنه تحجبنا في السنة الثانية ابتدائي ولبسنا الحجاب الشرعي. كان مانع علينا حتى تلفزيون. أختي الكبيرة في هذيك المرحلة كانت في السنة 9 متوسط. هكا كانت في هذاك الوقت جوية مات الوالد طول ما جاش، وتقلقنا عليه بزاف، وتليفون كان ما كاش باش نتواصلوا معاه. وكان ابن عم بابا اللي يخدم معاه تان ما جاش، وكنا نسناو في أي معلومة ممكن تلحقنا. واحد النهار وحنا راقدين جوايه الزوج تاع الصباح هكداك، سمعنا الدقديق خفيف في الطاقة، ويقول: يا فلان افتح هذا أنا. نضت يما تجري، فتحت الطاقة تلقى بابا هو اللي جا. فرحنا بزاف، قعدنا نعنقو فيه، جابلنا بزاف لبسه والقضيان. بصح كان يبان مقلق بزاف ومرهوش مرتاح. والحاجة اللي لفتت الانتباه تاعنا أنه بابا ربى اللحية. مع الصباح جا عم الوالد تاعي ليه نسمعوا فيه يقولوا: علاه جيت؟ كون ما جيتش الحالة ما راهيش تعجب، راهم صدموا البارح وقالوا اللي عنده طفلة تقرا يحبسها، وراهم يهدوا في الناس باش يكسروا تلفزيون. احنا كي سمعنا هذا الهضرة خفنا بزاف، وماما قالت له: يا راجل وش كاين؟ قالها: انا راني رايح وتهلاي في الدراري، بالك نرجع بالك لا. راح بابا وخلانا كامل نبكو. بعدها قال ماما بيناتهم برك باللي راني في جماعة الفيس انا وفلان اللي هو وليد عمو، وكي حبينا نخرجوا راهم يهدوا فينا باش يقتلونا. ما تخافيش، الاعمار بيد الله وحده. بعد ما راح بابا يما بكات عليه بزاف، ودخلتنا للدار. ومن هذاك النهار ولينا نطفوا الضوء مع المغرب ونروحوا كامل نرقدوا مع ولاد وبنات عمامي في دار واحده. بابا يحكي لنا انه بعد ما رجع العاصمه جاليه واحد من الجماعه وقال له: علاش من قبل كنتوا معانا وكي طلعنا الجبل جبتوا رواحكم؟ انت وليد عمك رايحين تخلصوها غاليه، استنانا رانا رايحين نولوا ليك باش نكملوا عليك. في الليله هذيك في القريه تاعنا نسمعوا في العياط في كل بلاص. خرجوا رجال يشوفوا واش كاين، سمعوا باللي راهو جا واحد من الجماعه للقهوه وقال لهم اللي عنده طفله ماشي متحجبه يحجبها، وحبسوا بناتكم من القرايه وكسروا التلفزيون، واللي عنده وليدو في لارمي يقول له يجي. احنا بتنا في خوف كبير، بصح رغم هكاك قلنا نروحوا نقراو وما نسمحوش في قرايتنا مهما يكون. مع الصباح لبسنا حجاباتنا انا وبنات عمي ورحنا نقراو وحنا خايفين. وكان يروح معنا خويا الكبير اللي كان يقرا في الثانويه. ركبنا في الكار في خطر، وكنا نقراو في المدينه لازم نروح في ترونسبور. ركبنا ورحنا وحنا ماشيين نلقاوهم دايرين في باراج. حبسوا الكار وطلعوا يشوفوا ويسقسوا فينا. كان هذاك الراجل اللي سقسي فينا طويل وخشين، وجهه يخوف مع ديك اللحيه اللي لحقه لصدره. بداو يشوفوا فينا كامل بالواحد. حبسوا عند واحد الراجل وبداو يسقسوا فيه. بعد قالوا له: اعطينا كوارطك. شفنا هذاك الراجل خايف بصح بقى شاد في روحه، عطالهم الكوارطو، خزروا فيه وهبطوه من الكار. قالوا له: انت عدو الله، وبداو يضربوا فيه ويعفسوا على وجهه. وكان معنا في الكار بنت اخت هذاك الراجل. بعدها ذبحوه بسيف من الوريد للوريد، وهي تشوف الطفله وما قدرتش تشد العياط، بدات تعيط وتذبح وتقول: خالي خالي، وتخبط في روحها. اليومنا هذا ما راحش هذاك المنظر من بين عينينا. الطفله هذيك راح تجري لدارهم وتعيط، وجابت يماها اللي حتى هي جات وهي تبكي وتضرب في روحها. رغم هذاك الشيء هذوك الوحوش ما تحرك فيهم والو، وعاودوا طلعوا للكار وقالوا لنا: من اليوم وحده ما تزيد تروح تقرا، اللي تخالف الاوامر يصرى لها كيما هو.
بعدها عرفنا باللي الراجل اللي ذبحوه كان في لارمي وخرج، وكان في زيارة عند أخته، وعرفوا باللي راهو في الكار خطر بيعوه، واللي قتلوه قرا معاه للأسف، وكان صاحبه وغير منه من وقت ما كانوا يقراوا مع بعض. رجعنا لديارنا وحنا مشوكيين، وحتى ما تشوفي صاحبتها، وقررنا مزيدوش روحو نقراو. من هذاك اليوم وانا في صدمة كبيرة، ما حبش هذاك المنظر يروح من بين عينيا. وفي هذيك الليلة صدموا الإرهاب للقرية اللي قدامنا، كانوا يروحوا يهدوا الولاد اللي لحقهم الوقت باش يروحوا للخدمة الوطنية. وكان كاين واحد من الجماعة سمع باللي خوه راح للارمي، جا لدارهم وقال باباه على خليته يروح، راني لو كان نلقاه نقتلو. باباه حاوزو قالو خرج عليا، ما راكش وليدي. بصح واش دار هذا الوحش؟ قتل باباه، ها نعم، ذبح باباه. وشاف في يماه بدات تذبح، قالها انت يا مات ونولي ليك. المراه هذيك مسكينه راح عليها عقلها وهبلت، ولليوم هذا ما عرفوش اذا راهي حيه ولا ميته، خاطر راحت من دارها. هادو زوج حوادث خلاو الناس يخافوا بزاف ويعيشوا في رعب كبير، وقرروا الناس يهربوا. والحق وقت الهربة هكا نسموها احنا، بدات الناس تهرب من الريف للمدينة، وين كاين لابريغاد اللي كانت بالنسبة ليهم هي الامان، وهما اللي يحموهم من الارهاب. بعد يامات جاء عم بابا لينا وقال ماما لازم اليوم نهربوا، خلاص ما بقاش قاعده هنا، وراهم يقولوا اليوم يصدموا لينا يقتلونا. ماما قالت له ما نخرجش، وراجلي ما كاشو يلو كان نموت انا وولادي. وكنا في هذاك الوقت في شهر رمضان. عم بابا اللي كنا نقولوا له سيدي قالها قلت تروحي معانا، راني بعث له الخبر وقال لي دير اللي تشوفوه صح، راهو متخبي حتى يلقى فرصة ويجي ويشوفكم. لمينا حوايجنا في صواشي نشفى، ودينا حاجة وحاجة ما ديناهاش، الفطور ما فطرناش، راني شافية كنا مطيبين شربة وطاجين الزيتون. هربنا احنا نساو الدراري، واحد مرفود واحد يجري. وتما مرت عمي الكبير كانت عجوزة كبيرة، غنات أغنية مازالها في راسي، كي جات الهربة وعشرة من رمضان، واحد يجري والآخر فوق حمار. وصلنا للمدينة اللي كانت بلدية صغيرة، رحنا عند دار عمتي اللي كانت تسكن تما، استقرينا عندها، وكل واحد من لافامي وين راح عند عائلتهم. تفركتنا وللدرك نقولوا في الهربة ما نقولوش الإرهاب. بعدها سمعنا باللي صح في هذيك الليلة صدموا علينا وما لقاو والو. احنا في دار عمتي بقينا غير خايفين على بابا ونستناو في كاش خبر يجينا عليه. بعد يامات الحمد لله جا بابا، كي سمع باللي هربنا من دارنا على جال تهديدات وحم لينا، قرر يحفف اللحية والحمد لله، ودانا معاه العاصمة اللي عشنا فيها 3 سنين، ورجعنا لديارنا بعدها. تقول هذه هي قصتنا، نتمنى تعجبك وتحكيها، ونشكرك بزاف على المجهودات التوعك. تقول تاني هاد المتابعة، اليوم حبيت نحكي لك على وقت العشرية، ما راهيش حكاية طويلة بصح أثرت فيا، والخلعة تاعها مازالها لدرك. كي نكون نسمع في القصص يحكمني الرعب لدرجة نحس كي شغل مازلنا في هذاك الوقت. ربي بعدهم علينا، وإن شاء الله تبقى بلادنا دايما في الهناء يا رب. تقول أنا لبنى، في عمري 35 سنة، أنا الكبيرة في دارنا، وفي وقت العشرية كنت صغيرة بزاف، بصح كاين حوايج نشفالهم مليح تحفروا في مخي، يعني من الخلعة والخوف والرعب اللي عايشوه لنا هذوك اللي ما يتسموش. كي كان عمري حوالي 4 سنين، بابا جاتو خدمة في واحد سونتر في بلدية العفرون ولاية البليدة، وهذاك السونتر جاي في آخر الجبل تاع هذيك البلاصة، هو البنيان الاخر وموراه مقبره. بابا قبل الخدمه تم على خاطر وفروا له سكن وظيفي، بابا كان يخدم ماغازيني. كي ولاو يسمعوا بالجرائم والمجازر اللي داروها الارهاب ما كناش نخرجوا بزاف، ومع اللي ساكنين في منطقه جبليه يحابلك تخرج. كان كي يلحق الليل نشفى ماما كانت تعلق الكوفيرتات في التواقي باش ما يبانش الضوء، وقليل وين نشعل الضوء في الليل، وكنا نرقدوا بكري على خاطر ما كانش عندنا تلفزيون في دارنا. في 95 كان في عمري 7 سنين هكاك، بصح شفيت على كلش. كي طيح الظلمة يبدا الرعب، كنا ساعات نسمعوا رصاص، ساعات نسمعوا الجري في المقبرة، كل خطرة وش يصرى. حتى لواحد النهار بابا خرج على 3 تاع العشية من الخدمة، جا قال ماما واش دير روحك نهضوا عندي ما اليوم كاين ماتش العشية نروح نتفرج عندهم، وماني تسكن في نفس البلدية.
كي تخرج البالكون تاعها يقابل الجبل اللي نسكنو فيه، السور تاعو يبان من تم. رحنا عند ماني، الحمد لله لحقنا بخير. بابا تفرج الماتش، تعشينا وطفينا كامل الضواوي، نتمشاو باش مع من الخوف. كي لحقت 9:30 تاع الليل سمعنا حاجه طرطقت كي شغل بومبا، بسم الله الرحمن الرحيم واش كاين. حنا قلنا خلاص وقيلا اليوم تخلص حياتنا، وانا وعمتي الصغيره خارجين على عقلنا بالبكاء. من بعد نشوفوا النار شعله وين نسكنوا. نسمع في بابا يقول لعمي السونتر حرقوه، وعمي كالمي فيه يقول لا لا هذيك صوندا تاع الماء. بابا يقول له راني نقول لك حرقوه، ما نعرفش نفرق انا بين الصوندا والصندر. بابا قريبه بالقاعد يحمد في ربي كي ربي جاب له سبه تاع الماتش وهبط عند يماه. المشكل ما كاش حتى كيفاش يخرج في هذاك الليل ويسقسي واش صرا. مسكين ما رقدش يستنى غير وقتاش يطلع النهار ويجيب الخبر. واخيرا طلع النهار. بابا كان حاب يطلع لدارنا، بصح ماما وماني قالوا له دعوه الشر لو كان تطلع، لو كان كاش ما يصرالك. بابا خرج راح يستبسر، كي رجع لدار وجهه صفر، جا مخطوف مسكين. العيله كامل يسقسوا فيه واش كاين واش بيك. قال لهم ربي زاد لي في عمري، ربي استرني، سينو لو كان راني ميت درك. ايه احكي واش صرا. قال لهم حرقوا لي ماغازان تاع السونتر، وحرقوا طونوبيلات كامل، وخرجوا كامل الجيران وكانوا يحوسوا عليا. نعم، كانوا يحوسوا على بابا. خلصت لهم الماكله الكلاب، وواحد من الخوانه بيع لهم بلي المفتاح راهو عند فلان اللي هو بابا. كي جاو في اللي يحوسوا عليه ما لقاوهش، حرقوا كلش وقتلوا واحد الشيخ مسكين وليدو كان في العسكر. وزدنا سمعنا بواحد السيد تاني هبل من الشوك، ربي يرحم اللي ماتوا وراهم شهداء عند ربي ان شاء الله. بعدها بقينا عند ماني، وكل خطره نسمعوا حكايات ولا رصاص، وخطره حرقوا ستاسيونمون والنار قاصد كار كان مقار يتم، ماتوا فيه 11 ربي يرحمهم. والفاجعه كانت واحده من لافامي تاع ماني، بنت خالها كانت استاذه وتزوجت في المديه. الناس اللي يعرفوا المناطق هذه على بالهم واش كان صاري في طريق تاع المديه الشفه، لو كان جات طريق تهدر عندها ما تحكي. كي تزوجت حول التدريس تاعها للمديه، وفي العطله مسكينه كانت جايه تزور ماليها، والكار اللي كانت راكبه فيه داروا له فو باراج. فهادوك لي فيراج جانا خبر باللي قتلوهم بالشاقور. طاطا شريفه مسكينه الله يرحمها ويرحم الشهداء، اللي ما شتاحها كي تكون تقصر وتضحك مازالها بين عينيا. جامي ننسى العوام تاع الرعب والخوف. لحقنا وين كنا نرقدوا بالصبابط باش اونكا صارت حاجه نكونوا واجدين باش نهربوا. وش فات عليك يا بلادي. الحمد لله على كلش. هذاك الوقت اللي ما عاش الموت عاش أزمات نفسية. كاين اللي بقات لهم الدرك كيما واحد جارنا مسكين، الشي اللي شافو خلاه 23 سنة ما يخرج من باب الدار. عندها عامين برك خرج وليدو مسكين يمشي ويشوف موراه، ولا غير 23 سنة ما شافش برا، صرالو شوك واعر بزاف. هذا كان تاجر في واحد النهار راح يسلع وطول شوية. كي كان قريب يلحق كانوا دايرين في باراج كان فات المغرب، وهبطوهم كامل. السيد اللي كان معاه هو اللي حكى للجيران، ربط لهم يديهم ورجليهم، نحاو لهم الدراهم اللي كانوا عندهم، وبداو يذبحوا فيهم بالواحد. شاف كلش كي بقاو 3 وهو كان من بينهم. الحمد لله جاو لابوليس والدرك وصرا كروشاج كبير. كاين اللي حكموه وكاين اللي قتلوه واللي حربوا. المهم مسكين الراجل هذاك من تم ما زادش حاط رجله برا. يا حليل، تقول هدية حكايتي ربي يخلي لك صحيحتك. شكرا شكرا جزيل الشكر على المجهودات تاعك. تقول المتابعة هذه تاني حبيت نحكي حكاية تاع ماني وماما. نبدأ بماما. تقول كنت نقرا سنة 4 ابتدائي، صدموا علينا الإرهاب، حبوا يحكموا واحد جارنا بوليسي دخل ليكول. بداو الإرهاب يطيروا برصاص في الصور وفي البورطاي، وحنا مخبين تحت طوابل ونعيطوا. مي الحمد لله ما حكموهش، خافوا من السكان ولا بوليس. دوكا قصص ماني. تقول كانوا عندنا 5 جوارين، طلعوا الجبل كل ليلة يهبطوا عند ماليهم باش ياكلوا ويعاودوا يطلعوا. كانوا دايما يفوتوا على داري والكلاب يبداو ينبحوا، وانا نخاف خاطر عندي دار مبنية بالقصب وعندي 3 بنات كبار، نخاف يجوا يدوهم لي. خطرة قلت الراجلين نخاف على بناتي يدوهم الإرهاب، خاطر هو يسكن عند ضرتي في المدينة. قال لي خبي مارطو تحت المخدة، إذا جاو ضربيهم على الأقل تحكمي واحد. بعد ما هربت من القربي اللي كنت نسكن فيه رحت المدينة، يعني من الدار لدار، وين نروح نبات نلقى الإرهاب زدموا علينا. خطرة كنت مع وليدي عمره 7 سنين، صدموا علينا في هذيك القرية. أنا هربت عند واحد الجارة وخليت وليدي راقد مسكين، هو غير ناط ضرب راسه من الحديد تاع الفراش، بدا ينزف. تقول شلال جا عندي يجري يقول لي ماما ضربوني برصاص. أنا أقول له خبط راسك وهو والو. المارة ما زالت له لحد الآن في جبهته.
بعد ما هربنا من هذيك القرية رحت البلاصة فيها القربيات بزاف. كاين الفوق وكاين التحت. مرة جاو الإرهاب صدموا على القربيات هادوك اللي من الفوق، شعلوا فيهم النار، خرجوا الناس يعيطوا، حتى جاو العسكر تعاونوا مع الناس وطفاو النار والإرهاب هربوا، ولكن الحمد لله واحد ما مات. تقول نشكرك أختي على مجهوداتك، إن شاء الله تنشريها في أي وقت، وسمحي لي على أي خطأ. تقول لك ماني صوتك بزاف شباب الله يبارك، ادعيو لماني رايحة دير عملية على عينيها ودعيو لي نجيب البيام. نسيت هادي تان مرة رحت العرس خويا صدموا علينا الإرهاب وقالوا لنا ما ديروش لغنا وما كاش الزغاريت، داو معاهم وليد عمي باش يوصلهم لواحد البلاصة، وكي رجع تقول قطعوا له لسانه وما حبش قاع يهدر. وتقول ممكن تحكي القصة اليوم خاطر ماني رايحة تسمعها قبل ما تروح دير العملية. ربي شافي مانك وقولها يعطيك الصحة وإن شاء الله تخرج من العملية بخير عليها. تقول المتابعة هذه في ولاية من ولاية الوسط، ولاية الجلفة، اللي هي تاني عانات من هذا الشيء في وقت التسعينات، وصروا فيها بزاف المذابح وخسرت خير من شبابها. في بلدية مسعد كبرت وتربات بنت جميلة وعاقلة وبريئة في وسط عائلة كبيرة، وكنت أنا الفتاة البكر الباباها ويماها. العائلة تاعنا كانت متوسطة، ماشي غنية وماشي فقيرة تاني، المهم على قد الحال، ما عدناش وما يخصناش. بابا كان يخدم فرملي في سبيطار معروف ومشهور، ويما ربي يرحمها كانت قاعدة في الدار ومعروفة بالناس بالرحمة والطيبة والخير. الناس كامل شاهدين على هذا الشيء. كنا نسكنوا في وسط البلاد في حي يقولوا له الشاوية. بعدها في عام 1989 اضطرينا نسكنوا في حي اسمه القدس حاليا، وكان حي متطرف تماما على وسط المدينة، وتقدروا تقولوا خالي والسكان فيه قلال خلاص. كنت باش نروح نقرأ لازم نقطع قنطرة ونمشي مدة ساعة حتى نلحق الليسي. فوت عامي الأول تاع الباك وخسرته بسبب ظروف عائلية ومشاكل، بصح عاودت المرة تانية والحمد لله نجحت بتقدير جيد. وهنا تبدأ رحلتي وحكايتي مع الإرهاب. كي جبت الباك وقررت باش نقرأ في الجامعة كان الإرهاب داير حالة. كنت حابة نقرأ في المدرسة العليا للأساتذة مادة الفلسفة، بصح ما حاولتني وقالت لي هذه دعوة الخير من عندي يا بنتي، ما تروحش الجامعة، اقرأ غير في ولايتنا في معهد تكوين أساتذة المتوسط والمعلمين. سمعت كلمة يما وخيرت تخصص ودرت معلمة في الابتدائي. رحت المدينة الجلفة باش نقرأ تما، وكنت نروح ونجي كل يوم، طريق شوية طويلة والبرد والثلج، وزيد لها الإرهاب والتهديدات اللي توصل طالبات وطلبة من هادوك اللي ما يتسموش باش نحبسوا الدراسة خاطر كنا بالنسبة ليهم أعداء. كملت سنة قراية، وقتها تقرأ عام تدخل تقري في الابتدائي، تقرأ عامين تقري متوسط. المهم تخرجت والتعيين تاعي كان في بلدية اسمها القاهرة، كانت بعيدة على بلدية مسعد اللي نسكن فيها، وكانت منطقة واعرة خاطر كانت معروفة فيها إرهابيين بزاف. كان يوصل فيا الوالد تاعي كل يوم صباح ويرجع يديني العشية. كنت أنا المعلمة الوحيدة بين 10 معلمين، وكنت من الخوف تاعي كي ندخل القسم تاعي نغلق الباب بالمفتاح وما نفتحوش إلا للضرورة القصوى، وما نهضر مع حتى واحد. 3 شهور وترسمت في المهنة تاعي وانا عندي 19 سنة برك. كانوا دايما اللي فبراج يديروهم في الطريق اللي كان يديني باب عليها ويجيبني منها. انا الحمد لله ما تصادفت معهم، بصح كنت نسمع دايما في المعلمين يحكوا عليهم تحت الطاقة تاع قسمي. كان يخدم معايا واحد بصح شهرين من بعد وطلع للجبل ولا امير. انا كي سمعت الخبر هذا مت بالخوف، وكنت نقول رايح يجي لنا كاش يوم ويذبحنا كامل في المدرسة هذه، ولا ترتق علينا بومبا، خاطر الأمن ما كاش متوفر بزاف والإرهاب معشش. الوالد تاعي تاني خاف عليا ودار المستحيل باش يحولني من البلدية هذيك، وجيت نخدم في بلديتي. روحي الأيام والحالة تخلع وما تعجبش.
ولينا كل يوم نسمعوا فلان طلع للجبل، فلان قتلوه، داروا فبراج في البلاصة الفلانية، وهي رايحة. كانت طريق المجبارة تاني دايما فيها لفبراج، وصروا فيها كوارث، بزاف ناس تقتلوا تما الله يرحمهم. حتى كاين اللي يقول لك مازالت الناس تشوف رواحهم كي تكون تتمشى وحدهم. في واحد النهار في دار جدي كنا متلايمين، حتى يجينا خبر جارة من جارتنا ذبحت هي وبنتها، طاحوا عليهم وهما راقدين، حكموا الأب وولادها وزوج، سكروا عليهم في شامبرا، وهي وبنتها قعدوا معها قريب ساعتين يستجوبوا فيها ويعذبوا، من بعد ذبحوها هي وبنتها وخلاوهم في البيت، والدم عمر البلاصة. كان المنظر ما يتوصفش من البشاعة، وشاعت الحكاية وداروا العزاء، ورقم تعرفوا الحالة كيفاش تكون. وسبة القتل تاعها كان يقولوا أنها كانوا يجوها ناس يخدموا في الدولة كما العسكر والجندارم. فات وقت بعدها سمعنا بحادثة تاع الكار تاع الأستاذات والمعلمات اللي قتلوهم في سيدي بالعباس ربي يرحمهم. غدوة من داك جيت رايحة نقري، حتى نشوف في واحد عند باب المدرسة يبتسم باشمئزاز ويقول لي في وجهي شفتي المعلمات اللي قتلوهم، كنت جيت منك نحبس ونقعد في الدار. درت روحي ما سمعتوش، دخلت نقري بصح فسد لي اليوم تاعي، وكان طول اليوم هدرتو توجع لي في قلبي. في واحد النهار من نهارات عطلة الربيع كنت قاعدة أنا وماما نشربوا في القهوة في الجاردن تاع الدار، حتى جا الوالد وخاوتي وجوههم صفورة وشاحبة. قلت لهم واش غير الخير، واش صرا؟ بداو يشوفوا في بعض. قال لي خويا الكبير جات برية مكتوب فيها للوالد أنه بنتك الكبيرة لازم تحبس الخدمة ولا راح تتعدم، خاطر اسمها راهو في لاليست نوار عند الإرهاب. أنا كنت شادة فنجان القهوة حتى طاح من يدي، شديت راسي باش نستوعب فواش راهو قاعد يصرى، توسوست وتقلقت، وكامل الخوف بدا يركبني ونخمم في واش ندير. قال لي بابا ما تخافيش، ما يصرى لك والو، راهي غير إشاعات يديروا فيها. في نهاية اليوم قاعدة أنا وماما وهي قالت لي يا بنتي هذا ما يكون غير واحد متمنيك وما قيمتيش يدير لك في الرعب هذا. أنا نفتح قوس في الموضوع هذا، راح نحكي أنا بصفة الابنة. ماما كانت ما شاء الله غاية في الجمال، بيضاء البشرة، عيون الريم، شعر كحل وطويل ورشيقة، تحسبو سعاد حساني، وهذاك ستيل تاع الفنانات المصريات وقت السبعينات. المهم نعاود نرجع الحكاية. كنت تخطبت شحال من مرة من وقت الليسي، حتى تخرجت وشديت الخدمة والناس تخطب، بصح كنت نرفض خاطر كنت نحب نقرا وحابة نخدم ونقلش ماما. كانت أمنيتها تشوفني معلمة وحققت لها الحلم. المهم قلت لها يا ماما أنا راح ندير قرار نروح نتخبى عند بيت خالي، لو كان يجو تصرى فيكم حاجة أنا راح نندم ونهبل، على الأقل كون يجو يحوسوا عليا ما يلقاونيش. رحت لبلاصتي وقعدت نستنى غير في ضوء الشمس وقتها شيبان. غير طلع النهار رفدت حوايجي ورحت طول البيت خالتي، غير دخلت طحت على رجليا نبكي ونبكي ونقول يا خالتي راح نموت، راح يقتلوني. وخالتي تسكت فيا وتصبر، تقول يا بنتي واحد ما راح يمسك، قبل لا يشوفوك نقتلهم انا، وتقع تضحك وتضحك فيا ربي طول في عمرها. كانت احن خاله. فوت عندها ايامات بعدها قالوا لي ارجع لخدمتك، راهي حاجه متقيسك، راكي باذن الله محصنه. وكانوا طرطقوا متقن الشهيد زيان عاشور، سرقوا منه ماتريال تريسيتي وميكانيك، وطرطقوا شحال من بلاصه وسرقوا نهبوا وقتلوا داروهم كامل. المهم رجعت نخدم وانا خايفه ودايره الاحتياط تاعي، ما نحكي مع حتى واحد من خدمتي لدارنا، وهكا حتى بدا ينقص هذاك الشيء وراح من منطقتنا. حتى جا اليوم اللي قررت فيه نتزوج في عام 1999. تزوجت وبدأت حياة جديدة وعانيت فيها تاني، إذا كنتوا حابين نحكي لكم عليها وشفت تفاعل نحكي لكم. في عام 2001 جبت بنتي الأولى اللي هي أنا اللي راني نحكي لكم في هذه القصة تاع يما. دوكا راهو عندها 31 عام خدمة وراهي على أبواب التقاعد. ادعوا لها بالصحة والعافية، وإن شاء الله تكون عجبتكم القصة. وشكرا، نقول شكرا لك أختي لبنى على القصة، وتحية كبيرة لمامك. مقاومة الإرهاب ما كانتش غير بالسلاح، حتى هدوك اللي كانوا يقروا وتحداوا الخوف باش تبقى المدرسة الجزائرية مفتوحة. ومن هنا نحيي كل المعلمين والأساتذة في بلادنا.
تقول المتابعة هذه تاني: معك ابتسام من سطيف. بعد ما كنت مستمعة لك دايما، اليوم قررت نحكي لك قصة معاناة بابا في العشرية السوداء، وبلا ما نطول عليك نبدأ قصتي. بابا حبس القراية بسبب قلة الشي والميزيرية. كان لازم يروح يخدم، خاطر كانوا مخصوصين ماديا وصعيب باش يكمل قرايته، وكان لازم عليه يروح يحوس على خدمة. خدم ماسون في ولاية بجاية، من بعد معاونة واحد السيد اللي كان يخدم عنده، وكي شاف النزاهة والأمانة تاعو شاف له خدمة عون في مؤسسة تربوية في بلدية صنادلة ولاية بجاية. من بعد قرر الالتحاق بصفوف الجيش الوطني، كما نقولوا حبيقاجي، وكان الأمر سهل، يبعث لهم يقبلوا. بصح جدي ربي يرحمه كان رافض هذه الفكرة، وقطع الوراق القبول بعد ما استلمهم. وهنا الوالد تحصر وقال لجدي: أنا رايح نسجل في لابوليس، كون زدت تقطع لي ورقية نروح نحرق وما تزيش تشوفني. ولا جدي تقبل الفكرة وسجل بابا في 83، جوز الخدمة الوطنية. من بعد خدم شحال من خدمة، وقبل ما يفوتوا العمر، خاطر لازم سن معين، التحق بلابوليس عام 1988. كي زادت عنده أول طفلة بنته الكبيرة، بابا قال باللي بعد ما كمل فترة التربص تاعو ديجا صارت مظاهرات أكتوبر 88، الحريق، مظاهرات، وبعدها جات الديمقراطية والتعددية الحزبية، وبداو يبانوا أحزاب جدد، خاطر بكري كان كاين حزب واحد. في هذيك الضربة الوالد يقول باللي شحال من بوليسي توفى في المظاهرات، كانوا يرموا عليهم لي بوكي دو فلور من البالكوات على راسهم. شحال من واحد حبس الخدمة، وشحال من واحد تبليسة، وشحال من واحد تخبى في ديار الناس. بعد سمانة هدات الحالة شوية وخلاص ستاج، وين بعتوه للصيف، ومن ظهروا مسكين تاوع سطيف تميتاو للجزائر، يعني ما هبطش طول. بعد ما عودت المظاهرات ناضت بسبب خطابات علي بالحاج وعباس مداني، وكان يقول وين كانت تنوض المظاهرات والفتنة يبعتونا. وهذه النقطة اللي راح نقولها كانت صعيبة علينا كامل، وكل ما يحكيها الوالد يتفكر المعاناة اللي كانوا عايشينها هذاك الوقت. نسيت ما قلتش، أنا من سطيف العالية. المهم كانت عائلة بابا يعيشوا في منطقة ريفية في عين الروا ولاية سطيف. كان ثم البلاد شاعلة من بشاعة وش كان يديروا هادوك اللي ما يتسماوش. كان الوالد عنده زوج أسماء: اسم الشعبي اللي يعرفوه به كامل في الدوار اللي هو عياش، واسم في الكوارط اللي يعرفوه به في الخدمة برك. وهذا السبب اللي نقولوا حما بابا من الإرهاب. كانوا الإرهاب بعد ما وصلتهم أخبار باللي كاين بوليسي يسكن في الدوار، خطر كان وحده تم بوليسي، جابوا لهم اسم الوثائق تاعو بصح في الدار، وأصحاب الدوار يقولوا لهم ما كانش واحد بهذا الاسم. وكانوا الجيران واللي يعرفوا بابا يحذروا جدي الوالد باللي راهم يحوسوا عليه. وهنا جدي قرر باللي بابا ما يزيدش يقعد في الدوار، قال له ارفد ولادك وروح حتى تهدى الحالة. في هذا الوقت بابا كان عنده 3 بنات وطفل، وجدي تعيما قال له كاينة دار فارغة أروح واسكن فيها. راح بابا لبلدية بوقاعة ولاية سطيف، وتم الخوف شوية من وين كان ساكن، والناس ما يعرفوهش وأحسن ليه وللعائلة تاعو. وفي سنة 1996 صرا واش ما كناش دايرين له حساب، كروشاج كبير في جبال عين الروا، بومبات ورصاص يخبط ما يحبسش خيط من السما، هادوك يضربوا الاخرين يضربوا، وطرطقت على بابا وصحابه بومبا. بصح ربي جابها سلامات وكتب لهم عمر جديد. بابا تقاس في وجهه ودنه، وراو يعاني لليوم ما يسمعش بودنه، ودخلت له حديدة من البومبا في وجهه وما خرجتش، وصراله التهاب. وبعد ما بقى في السبيطار وقت يعني ودار عملية جراحية ودواوه وخرج. بعد 3 شهور رجع للخدمة مرة واحدة أخرى، ونفس الشيء اشتباكات خوفوها له. يقول بابا باللي كان في البيرو وين يخدم معلقين صور الإرهاب اللي طلعوا للجبل. يقول تلاقيت خطرة مع واحد هو كان سيفيل ما عندوش سلاح، كان مدي اختي للطبيب. قال من المرة الأولى عرفته بصح هو ما عرفنيش، ومن ظهري سينو كان يتير عليا ديريكت. بصح الإرهابي سقساها على طبيبة، وبابا دار وعاود باش يجاوب، بالقاهر كف الطوموبيل وراح. كان ربي ستار والحمد لله. وكانوا يعيشوا كل يوم الخوف الرعب ويعانوا بزاف.
كانوا تاني في كل مرة يبعتوهم بلاصة يمشطوا ويطيحوا في الكروشاج، ومرات يدوا سلاح لبلايص ولا يعزوا. في سنة 97 عاودوا كل شهر يبعتوا فصيلة تاع سيكسيون الجزائر لمنطقة الأربعاء. يقول الوالد باللي منطقة الأربعاء كانوا مسيطرين عليها كليا، والرصاص ما يحبسش طول ليل لا نهار. كان يقول باللي نص مصحابه كانوا نهار تجيهم ميتاسيون الأربعة ينحيوا الزي ويستقيلوا، خاطر على بالهم لما ماتوش بالاشتباكات يموتوا في ليفوباراج، خاطر كانوا ليفوباراج منطقة الأربعة بزاف. كنا ملي نخرجوا من الصيف رايحين الأربعة ندعيو ربي، ونصهم طريق كامل وهما يبكيو تحت ضغط كبير. كوميسارية تاع الأربعة خلصوها وما خلاو حتى واحد، حوالي بين 60 و70 بوليسي استشهدوا وخلاو عائلتهم يتامى. يقول باللي من فصيلة تاعو توفاو 4، بصح كاينين اللي ماتت الفصيلة كامل. ويحكي تاني خطرة من التقلق والخوف جاتو كريس تاع المصران ودخل السبيطار وتم تلاقى بوليسي طرقت عليه بومبا، وكان لازم يقطعوا له نص جسمه من تحت من أسفل الظهر وهبط. قال لي ما تقدرش تشوف ليه، كانت حالته كارثية. ويقول الوالد تاني باللي معاه في الخدمة كانوا بزاف بوليسية كانوا يشربوا مهدئات باش يقدروا يكالموا رواحهم في الخدمة وينساو، وكل صباح يلقاو رصان مقطعين والناس مقطعين طرف. شكون يقدر يحمل يا خاوتي؟ كنت نسقسي بابا شحال مرة علاش ما بطلتش الخدمة؟ يقول لي كي انا نبطل والعسكري بطل نخليو لهم البلاد ليهم، وشكون بها هاد البلاد؟ قلبي ما هنانيش نبطل. بصح اللي عاشوا الإرهاب من البوليس والجيش والباتريوت والحرس البلدي واللي حماو البلاد وخلوها واقفة على رجليها ما طاحتش ودفعوا الثمن غالي للأسف، واللي سلك خلصت عليه مريض بالسكر والضغط بعد واش عاشوا. بصح خدمنا البلاد بقلوبنا والروح الوطنية، وفي الآخر حسبنا الله ونعم الوكيل في كل إرهابي وفي اللي كان سبب في إشعال الجزائر هذاك الوقت. وهذه هي القصة. اليوم بابا راهو روتريتي الحمد لله ويسكن في سطيف، ولادو كامل زوجهم وراه مريض ربي شافيه بابا العزيز، ونتمنى من كل واحد يدعي له ربي يطول في عمره بسبته وبسبت بزاف كيفو. اليوم الجزائر راهي في أمن وأمان. وهذه هي القصة تاع بابا. أنا ابتسام وما لقيتش عنوان مليح القصة، قالت لي نخليك انتي تخيري العنوان وراني نستنى بفارغ الصبر وقتاش تحكيها. نحبك بزاف وكملي مشوارك. شكرا لك اختي، ربي شافي باباك. وهذه تحية خاصة لكامل لابوليس وربي رحم شهدائهم ويجازيهم، وكما قلتي بسبتهم وتضحياتهم وبالدم اللي خلصوه رانا نعيشوا في أمن وأمان. تقول المتابعة هذه تاني إن شاء الله تكون بخير وعلى خير. غير نسمع المقدمة تاعك هذه نموت بالفرحة، يتسمى رايحة نسمع قصة جديدة بصوتك الحنين. شكرا لك. ترددت باش نحكي شوية من المعاناة اللي عشناها حنا الجيل الذهبي كما يقولوا لنا، بصح قلت نحكي خير باش يعرفوا الجيل تاع دوكا الجديد واش من نعمة عاشوها هما، واش من ميزيرية وخوف ورعب اللي عشناه حنا، والتعب اللي تعبناه نفسيا في الوقت اللي يعيشوا الأولاد اللي في عمرنا طفولتهم الجميلة في أمن وأمان وسلام. وسمني تيزيري، عمري دوكا 33 سنة، من مواليد 1991. في وقت اللي الإرهاب حكمين البلاد وداروا جرائم شنيعة، قتلوا سرقوا نهبوا خطفوا، ما رحموا لا رضيع ولا طفل، لا شاب ولا شيخ، لا راجل ولا امرأة. في هذاك الوقت كنا عائلة متكونة من أب وأم وربع بنات. بابا حط باش يبني دار جديدة خاطر كنا ساكنين في دار قديمة تاع الطوب، وبدا بالساس يحفر في الحفاري هادوك تاع الساس بالفاس. بابا نهار ما يكونش خدام يخدم شوية في دارنا هذيك الجديدة. إما مسكينة كانت بالحمل في شهرها السادس وتخدم كلش، تعاون بابا في كل حاجة، وكانت أقوى وأحن أم ربي طول في عمرها. في هذاك النهار المخيف كان زمان الصيف، بابا خرج ما كشوف الدار، كان خدام عند واحد. يما فطرتنا وخرجتنا قدام الدار باش نلعبوا شوية، وقالت مادام خرجتهم نروح نحفر شوية باش يمشي الشغل ونكملوا البنيان بالخف. احنا كي عاد بنات ما نخرجوش بزاف، يما تخاف علينا وتعس فينا من كلش. كيما قلت لكم خرجنا نلعبوا شوية شوية حتى لقينا روحتنا قدام الطريق.
حبست قدامنا طوموبيل فيها 4 رجال يخوفوا، اللحية مغطية وجوههم وريحة العفن تخرج من هذيك الطوموبيل تقول جيفة. حبست قدامنا، خرجوا رصانهم الطاقة تاع طوموبيل وبداو يهضروا لنا، وحنا ما فهمنا والو خاطر كانوا يهضروا العربية. غير اختي الكبيرة فهمت واش كانوا يهضروا وبدات تريبوندي لهم بصح بالقبايلية وبداو يضحكوا. اختي من بعد حكات اليما واش سقساوها، قالوا لها واش اسمك انتي وهادو البنات، اسكو راكم خياجكم باباكم واش يخدم؟ اختي ريبوندت لهم، رفدوا كابوس وقالوا لها تعرفي واش هذا؟ قالت لهم لا. قالوا لها اذا عجبك قرب يديه. قالت لهم لا. بداو يضحكوا الضحكه المخيفه تاعهم وقالوا لنا وانتوما اللي عجبها تقرب تدي الكابوس. هنا يما طلت علينا ما لقاتناش قدامها وبدات تعيط باسماواتنا بصح ما رديناش عليها. خرجت من الحفرة اللي كانت تحفر فيها، لقاتنا هبطنا للطريق وهدوك يهضروا معانا. بدات تعيط باسم اختي الكبيرة وتقولها جيبي خياتك ورواحي، بصح حنا تسمرنا في بلايصنا ما تحركناش من الخوف. يما بدات تجري لعندنا وتعيط ارواحو ارواحو، وهما يطرطقوا بالضحك وديمارو بالطوموبيل تاعهم. داتنا يما الدار وهي ميتة من الخوف، تحضن وتبكي وتعيط علينا وتقول واش داكم تهبطوا الطريق؟ علاش يا بناتي؟ خوفتوني عليكم، قريب داكم يقتلوكم وما نزيدش نشوفكم، علاش؟ حكمتها هستيريا تاع البكا، قالت لنا من اليوم نزيدوا تشوفوا برا كيفاش دايره من غير وقت القرايه تاعكم. كي جا بابا الدار حكيت له يما اللي صرا، قالنا مزيدوش تخرجوا ما كاش الامان، الحاله ما تعجبش مخلطه كامل، وفهمنا اللي راهو يدور في البلاد والحيطة والحذر واجب علينا باش نبقاو عايشين. وهنا حكى لنا على واحد الحادثة صرات معاه، كان هو وجماعة قاعدين قدام الطريق يقصروا، حتى عقبت قدامهم طونوبيل راكبين فيها 4 من هذوك اللي ما يتسموش ورافدين معهم شابة. كي شافت بابا وهذوك الجماعة اللي معاه قدام الطريق كانت مسكينة تعيط وتبكي وتضرب في الكاروات تاع الطونوبيل باش كاش ما يديروا ويسلقوها. فتحت الباب تاع الطوموبيل باش تهرب، هما جبدوها والطوموبيل تمشي بيها. قالنا بابا اللقطة هذيك ما تروحش كاع من بالي، وصوتها مازال عالق في ودني، ربي وكيلهم وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان في بلادنا. هذه حكايتي ومازال عندي بزاف حكايات، إذا راكم حابين نزيد نحكيهم قولوا في التعليقات وتقول شكرا وربي يحفظك ويوفقك في حياتك. شكرا لك انتي على القصة، والحمد لله ربي نجاكم في هذاك اليوم وربي يحفظ لك باباك ويماك. والقصة هذه درس لازم نعلموه لولادنا في كل وقت، ردوا بالكم من الغرباء. تقول المتابعة هذه تاني نتمنى تكونوا بخير، أنا نحب القصص بزاف وحبيت نحكي لك قصة بابا. أنا بنت من الشرق، واحد الخطرة كنت مع جداتي شوفوا في تصاور تاع بكري ونفرزوا في الورق اللي ما تحتاجهمش هي. جات يدي على واحد البرية، كي شدها لقيتها مكتوبة من بابا للجدة تاعي. سقسيتها عليها، قالت لي بلي في وقت الإرهاب بابا راح يفوت لارمي، وقتها كان بزاف الإرهاب ودير حالة، وهي ملي راح وهي حاكمة حوايجو تبكي. قالت لي بلي كانوا الجيران بزاف قرب من بعضهم، من هرج الإرهاب ولاو الناس كيشوفوا بعضهم يدوروا وجوههم. واحد المرة كانوا دايرين الأخبار وسمعوا باللي مجموعة إرهابية هجمت على الكازرنة اللي كان فيها بابا. هذاك النهار تقلبت الدار كامل يبكوا، خاطر بابا كان بزاف محبوب من الناس كامل وكامل يحبوه خاطر طيب وناس ملاح. بعد يامات راح جدي يشوف لا ليست تاع الناس اللي توفاو ومزيان ما لقاش اسم بابا، كي ولاو خبرهم ارتاحوا شوية. غدوة من داك كانت نانا وعماتي يغسلوا في القش، حتى لقاو راجل واقف قدامهم، هما في بالهم إرهابي يتخلعوا وبداو يقولوا لجدة تاعي يما اجري. تبين من بعد باللي ما غلقوش الباب تاع الدار، بصح جدة تاعي كانت شجاعة، قالت له واش تحتاج يا وليدي؟ على واجيت؟ قالها يا ممتي انا صاحب وليدك يزيد وهذه بريه من عنده جبتها لك وراو يسول عليك. هنا جدة حضناته وشبعت فرحة به. قرات البرية والصدمة، كانت نهار هجموا على الكازرنة، الفوش تاع بابا خرج في مهمة هو و5 من صحابه، والباقي دخلوا ليهم قتلوهم وذبحوهم وعملوا فيهم المنكر ما تقدرش تتخيل. قالت لي ما نقدرش نذكر تفاصيل، وهذا اللي جاب البرية تخبى في واحد البيتة أو الخزان اللي كان تما، وكان فيه ثقب صغير شاف كلش وش داروا في صحابه. هذا السيد مسكين هبل وما بقاش في عقله، خرجوه من بعده من العسكر. هنا بابا استغل الفرصة
وبعت معاه البرية هذه، وكي ولا الفوج تاع بابا اتصدم بالمنظر الكارثي اللي شافوه. هذه هي نهاية القصة، نتمنى تكون عجبتكم، وشكرا لكم. شكرا أختي العزيزة، والحمد لله اللي نتجابى باك من هذيك المجزرة، وربي يرحم اللي ماتوا في هذيك الكازرنة، وربي يتقبلهم شهداء إن شاء الله. وراه عندنا قصة درناها من قبل على الهجوم اللي داروه في بداية التسعينات على كازرنة بوغزول، تقدروا ترجعوا ليه وتشوفوه. تقول هاد المتابعة نحكي لك زوج قصص شافتهم ماما بعينيها في هذاك الوقت. أنا ماما كانت تسكن في باب الواد، مرة وهي راجعة من لافاك شافت الرصان يتقطعوا، هذا بوليسي هذا عسكري هذا إرهاب مخلطة. واحد دبحوه وبدا يتخبط كل كبش، تخبط وماما رجليها فشلو، ودخلت لواحد الدار تخبعت، وهداك الراجل اللي قاعد يتخبط ما حبسش حتى خبط خبطة تاع راسو على تروطوار وتفتح راسو ومات. مرة تاني جارهم بولحية وكان راح يصلي الفجر، وجازوا الإرهاب يدو الإخوة، وطلت واحد المرأة متاقة قالت له يا وليدي الإرهاب. هو دخل المخبزة وتخبى وربي سترو. وتقول يا اختي كي نسمع القصص هادو نقول سبحان الله كيفاش ربي مد الصبر لعبادو، ونبدا نبكي تاع الصح وانا نسمع القصص من هاد النوع، نبكي والله. المهم ان شاء الله ربي يخلي لنا بلادنا، ان شاء الله ربي يسترها ويحميها من الفتن. وتقول شكرا الله يخليك، راني كاش نهار نحكي قصتي، انا قصتي معمره فوائد، الله يهنيك. نشكرك بزاف، وتحيه ليماك على القصه رغم انها قصيره، الا انك سمعتي النداء وكتبتي لنا واش عندك، ومن خلالك نوجه نداء مره واحده اخرى للمتابعين اللي عنده قصه يبعث لنا ويكتب لي في التعليقات عندي قصه، ونخلي له وسائل اللي يرسل عليها. ومع السلامة في حلقة وقصة جديدة. ما تنساوش ديروا أبوني وديروا جام وبارتاجيوا القصة مع أصدقائكم للمزيد من القصص.